هل البنت ممكن تدخل علاقة علشان تتسلى؟ فيلمنا اللي هنتكلم عنه النهاردة هيجاوبك على السؤال ده باستفاضة. خليك معايا. مساء الخير أو صباح الخير زي ما بتشوفنا، معاك هدير مجدي في ونس. هنتكلم سوا عن الأفلام ونحللها ونكتشف جوانب جديدة ممكن تلمس حاجات فينا. ليه اخترت ونس بالتحديد؟ علشان بشوف الأفلام أوقات كتير بتبقى ونس. أحيانا فيلم ممكن يحتويك ويطمنك أو ينور جواك حاجات كتير انت مش شايفها. الفيلم ممكن يكون نور لضلمة جواك، وأوقات ممكن يكون لحظات من الدفى اللي انت محتاجها. الفن مش متعة بس، الفن مراية نفهم منها نفسنا والدنيا حوالينا. والنهاردة اخترت ليكم فيلم ماي أوكسفورد يير. بيحكي الفيلم عن آنا اللي بتقرر تسافر من أمريكا لبريطانيا علشان تحقق حلمها بدراسة الشعر في جامعة أوكسفورد. بنت لذيذة اتخرجت من الجامعة وجالها الشغل اللي كله بيتمناه، بس قررت انها تقضي سنة كاملة لنفسها تعمل حاجة هي بتحبها، تخرج من الروتين اليومي وتنطلق في تجربة ممكن ما تتكررش كتير. وفعلا بتسافر، وفي الأيام الأولى ليها هناك بتقابل جيمي اللي كان هيخبطها بعربيته وغرقها بالمية على الآخر. مش عارفين مية ايه دي بصراحة، بس أبدا ولا هتغير الخطط بتاعها لليوم. وراحت بعدها تشتري أكل فلقيته في وشها تاني وعرفته من عربيته، وشكله عامل عاملة وبيحاول يستخبى من بنت، لا وكمان معاه بنت تانية وشكله بيلعب بديله جامد. فقامت صاحبتنا عملت معاه الواجب وردتها له ونادت على البنت اللي بيستخبى منها وعرفتها مكان، وعدى الموضوع. بس تفتكر خلاص الحوار عدى كده؟ بتحضر آنا أول محاضرة ليها في الجامعة وبتتصدم لما تعرف إن الدكتورة اللي بتحبها اعتذرت علشان مشغولياتها الكتير، واللي هيديهم المحاضرات طول السنة هذا الشخص اللي بيلعب بديله، واللي الدنيا باظت بينهم على الآخر. بس ولا هزها، وبنتنا جامدة وحصل شد وجذب كده أول محاضرة، ومن هنا على هناك بدأت العلاقة تتوطد بين آنا وجيمي. لكن بعدها وبدل ما الدنيا تبقى أحسن اتفاجئت آنا إن بطلنا بيتهرب منها. هي كانت فاهمة إنه مش بتاع ارتباط ومسؤولية ولا الكلام ده، بس بينها أعجبت بيه خلاص ومراية الحب عمية. لكن كرامتها نقحت عليها وقررت إنها تعامله بالمثل. وصاحبنا لما لقاها كده قالك خلاص دي هتضيع مني، فرجع الود معاها من تاني، بس اللي أوله شرط آخره نور. وصاحبنا قال لها أنا مش بتاع مسؤولية، هتسلى وبس، وهي كده كده هتقعد سنة واحدة في الجامعة وهتسيب لهم البلد وتمشي. وبدأت علاقتهم الغير جدية اللي هدفهم إنهم يتسلوا فيها وبس. أنا مش هعرف أتكلم عن دوافع البطل عشان ما احرقش الأحداث، بس البطل أعتقد دوافعها في البداية إنها حبته وممكن كان عندها أمل في تغييره وإنها هتخليه يحبها هي وبس، أو بتوهم نفسها إنها بتقضي وقت لطيف معاه، ولما تيجي تمشي هتمشي وقلبها سليم مش مكسور، ومش هتكون حبته ولا اتعلقت بيه رغم إن قرارها المبدئي جاي من إعجابها أصلا بيه، وبتضحك على نفسها. علاقتهم زي أي علاقة بتمر بمنحنيات كتير، بس مش هحرق أكتر من كده في الأحداث. بس في مفاجأة في أحداث الفيلم هتكشف أبعاد شخصية بطلنا. هو لحد كده يبدو إنه مش بتاع مسؤولية ولا ارتباط، بس ده اللي ظاهر، لكن في بعد أعمق من كده بكتير هتقدر تفهم منه ليه بيتصرف كده مع آن. بس الحلو اللي في جيمي إنه واضح وصريح معاها من أول يوم، ملفش ولا دار عليها، وكان عندها الإمكانية إنها تختار تكون موجودة معاه أو تمشي وتسيبه. شخصية آنا في الفيلم هي شخصية نمطية بتخطط لكل حاجة وعاملة قائمة بكل الحاجات اللي حابة تعملها، بس الرحلة دي لمدة سنة رحلة فارقة في حياتها. قررت تعيش اللحظة زي ما هي، خاصة لما قابلت البطل بتاعنا. عاشت بدون خطط كتير وبدون ما تعرف ايه اللي جاي، وده يمكن اللي اتغير في شخصيتها في الفيلم. وعكسها جيمي اللي بيحب الحياة الفوضوية اللي من غير اي خطط، مجرد انه يعمل اللي بيحبه ويستمتع بيه لآخر لحظة. الفيلم عايز يقولك خليك في اللحظة دي وبس، لانه يمكن اللحظة الجاية مش موجودة، سواء بقرار شخصي منك او من الحياة اللي مش هتبقى موجود فيها. اتقالت جملة واضحة في الفيلم وهي
الأبد يتكون من اللحظات الحاضرة. فبيقولك بشكل واضح وصريح عيش اللحظة دي واستمتع بيها، محدش عارف بكرة في ايه. وبيطرح الفيلم سؤال مهم، ايه هو؟ هل لما نعرف اننا بنقضي مع بعض وقت قليل هنحب بعض اكتر ولا هنختار نبعد؟ فكر في السؤال ده، بس كده كده الفيلم جاوب عليه. وفي اقتباس من الفيلم جميل كان على لسان جيمي بيقول: لا شيء يدوم للأبد، شغفنا وقصص حبنا وحيواتنا قد تكون عابرة بالفعل، لكن إن استمتعنا بها لأقصى حد حينما تكون الفرصة سانحة يمكن حينها القول أننا عشنا حياتنا بمعنى الكلمة. يعني هتعيش حياتك لو عشت لحظاتك اللي موجودة دلوقتي بجد، لأن كل حاجة رايحة. الفيلم جميل بصراحة والشخصيات مكتوبة كويس. ممكن فكرة الفيلم مش جديدة، اتناقشت في أفلام كتيرة جدا قبل كده، بس هو لطيف بدون ما اتكلم عن النهاية. وبكده خلصت حلقتنا، وده كان وناسنا النهاردة. لو المحتوى ده بيشدك اشترك في القناة علشان عندي تحليلات أعمق جاية. لو تحب نكبر مجتمع بيحلل الأفلام والمسلسلات بعمق نفسي مختلف، شاركنا برأيك عن الفيلم في الكومنتات لو اتفرجت عليه، واكتبولي حابين المرة الجاية نتكلم عن أي فيلم وعايزين تحليل تاني لباقي الفيلم ولا لأ. أنا هدير مجدي، وده كان وناس.